عارفين ايه هي اكتر حاجة بحبها في الشغل اليدوي؟ اللحظة دي بالذات، لما القطعة تكون لسه بيضة وبسيطة وابدأ احط اول لمسة او اول لون عليها. كل طبقة لون بتفرق، وكل تفصيلة صغيرة بتخلي القطعة شكلها احلى واحلى. والحقيقة ان القطعة دي خدت وقت ومجهود اكتر مما تتخيلوا، من اول الصب لحد الصنفرة لحد مرحلة التلوين اللي شايفينها دلوقتي. وكنت متحمسة جدا اني اوثق كل خطوة واوريها لكم بالتفاصيل. بس حصلت حاجة انا ما توقعتهاش وانا بلون جوه القطعة بكل تركيز وفاكره ان الكاميرا شغاله وبتسجل كل حاجه. جت الصدمه، اكتشفت اني اصلا مش بصور الخطوه دي. يعني كل التفاصيل الحلوه اللي كنت فاكره انكم هتشوفوها راحت من غير ما تتسجل. في الاول اتضايقت جدا، بس بعد كده ضحكت وقلت عادي، ما هو مش كل حاجه لازم تمشي صح من اول مره. زي ما اوقات قطعه بتحتاج تتعاد او اللون ما يطلعش زي ما كنت متخيله، برضه اوقات التصوير نفسه بيبقى جزء من المغامره. المهم ان النتيجه النهائيه تطلع جميله، وده اهم حاجه. ودلوقتي عندي ليكم تحدي، شايفين القطعه دي؟ تتوقعوا سعرها كام؟ اكتبوا توقعاتكم في التعليقات، والشخص اللي هيجيب السعر الحقيقي هيكسب القطعه دي هديه. يلا وروني مين عنده خبره ويقدر يخمن صح. وما تنسوش تبصوا على التفاصيل كويس قبل ما تكتبوا السعر. سلام عليكم.